اهلا بك يا عزيزي الكينج، اخيرا وبعد انتظار طويل رجعت لك بميجا فورس الجزء الثاني يا زميل. ولذلك في المقدمه مش ههري كتير لان موعدنا النهارده مع السعاده كلها بالصحاب. مش مطلوب منا غير حاجتين: تعمل التفاعل اللي بوصيك عليه كل فيديو احسن، والحاجه الثانيه جهز ثبات فشارك وانت بتتفرج على الشغل المتين. ودلوقتي استعد للعظمه يا زميل. وبتبدا الحلقه الاولى من المسلسل بالوحوش وهم مبسوطين لان الهجوم بتاعهم على كوكب الارض نجح بشكل كبير، وللاسف يا زميلي بيكون معاهم حق، هجومهم نجح 100%، نازلين دمار شامل في الكوكب ومش راحمين حد. اما الحراس فعلى قد ما يقدروا بيحاولوا يحموا الناس، وكل واحد بيروح ينقذ حد الوحوش هجمه عليه، وبعدها بيرجعوا المختبر وكل واحد فيهم بيكون متدغدغ. الحرب كانت صعبه جدا يا زميل، ده غير انها لسه ما خلصتش. لا وجوسي بيطمنهم وبيقول لهم دي اقوى حرب مرت على حراس الطاقه. في الوقت ده تروي بيوصل وبيقول لهم انا قلبت الدنيا على روبونايت ومش لاقيه. جوسي بيقول له انا عارف اتبع مكانه، وبالنسبه ليكم فانا جهزت لكم قوه الميجا سوبر، يعني قوتكم هتتعزز بالجامد، وكل مفاتيح الطاقه بتاعت الحراس اللي حواليكم دي تقدروا تستفادوا من قوتها. فبيقولوا له ايه الحلاوه دي، وفجاه الهجوم بيزيد عليهم فبيقرروا يتحركوا فورا. الوحوش بتكون واخده راحتها في المدينه ولكن الحراس بتحضر اخينا، بيبداوا يستعملوا مفتاح قوه السوبر، واخيرا بيلبسوا اللبس الفتاك. العيال بيدخلوا داخله طرش، والامانه في الاكشن ما بتهزرش، بينزلوا فيهم تخبيط بكل غباء، واللي بيجي على السكه بيعملوها معاه. كل واحد فيهم بيكون شغال الله ينور، واللي بيقرب ناحيتهم لازم يتعور. جيك بيبعت السلاح ده لتروي فبيضربوا بالرجل، بيبعتوا على الوحش ده مرتده. اما البنات فبيكونوا داخلين بالسيوف، والظاهر كده ان الماده شاده، بيقطعوا فيهم بكل غباء، لا بيفرق معاهم يحيى ولا حتى علاء. الوحوش بتزيد وساعتها الحراس بيستعملوا مفتاح قوه الساموراي، بياخدوا شكلهم وبيدخلوا على الوحوش والعيال شكلها فاقت لهم، بيعملوا معاهم الصح والغلط، والامانه بيهنوهم يا زميل. الواد ده بيجي قدامهم وبيحاول يسيطر، لا فتح بابا ده انت هنا هتتسنطر، اركن عنطر. العيال بيجهزوا سيوفهم وبيشوطوا اللي جابوه. بالسلامه يا قلب اخوه. بس تفتكر ان المعركه خلصت يا زميل؟ بيتهيألك، ده احنا لسه بنسخن واللي جاي اكتر بكتير. الوحوش بتدخل شد اكتر من الاول، الغلبانين نسيوا ان في حراس جايه لهم وهتشايل، بيدخلوا عليهم لا بيفرق معاهم راجل ولا عيل، بيقوموا معاهم بالواجب ما دام الحب مش عاجل. الوحش بيدخل عليهم وبيكون مشحون، ولكن دول الحراس يا زبون بيتحولوا لشكل حراس تانيين وبيعملوا ميكس لعيب. الواد بيكتر فبيستعملوا مفتاح النينجا وبيدخلوا داخل التنانين، بيبدلوا المفاتيح وتعالى ياض هنركبك المراجيح. بيركبوا المراجيح بالفعل وبيمشوا بكل فخامه قدامه وهو بيولع. انسى بقى اللي فات يا زميل لان اللي جاي هيخليك تتدلع. الوحوش دي بتكبر وساعتها جوسي بيكلم الحراس وبيقول لهم ما تقلقوش جايب لكم زردات فتاكه، بيجيب لهم سفينه زاك ستورم بذات نفسها. والعيال في الاكشن بامانه اشهد لها، كل واحد داخل بالزرد بتاعه واللي ليه حق بياخده بدراعه. لا تقول لي بقى انفجارات ولا غزو فضائيين، اللي ينزل كوكب الارض يعتبر نفسه دخل جحر التنانين. تعالى يلا خد باليمين اركن يا حزين، اللي بعده عم امين هيقابل رب كريم. بيخلصوا الحوار وبينقذوا الكوكب من غضب الاشرار، وبعد فتره كل حاجه بتكون رجعت زي ما كانت والدنيا بقت عال العال. عم كحكح بيدخل للطلاب وبيقول لهم السنه اللي فاتت سالتكم سؤال وصاحبكم اللي اسمه تروي رد عليه، وقال ان لو حصل اي خطر والبشر اتجمعوا بايد واحده هيقدروا يتصدوا للخطر ده. تصدقوا كان عنده حق، كان نفسي الواد ده يبقى موجود معاكم دلوقتي عشان اشكره. وتروي يا زميلي بيكون واقف لوحده وروبونايت مش رايح من باله، بيقول يا ترى انت فين يا صاحبي. وتاني يوم بنشوف الحراس وهم شغالين في الكافيه ده، اللي فيهم شغال ويتر واللي مشرف، وهي الدنيا ماشيه يا خال، وبيعملوا كده بس عشان يساعدوا صاحب الكافيه. انما الوحوش فمش بيكونوا مصدقين نفسهم ازاي الحراس اتصدوا للهجوم الشرس بتاعهم. عندهم حق والله، انا كمحمد لحد دلوقتي مش مصدق حتى لو المسلسل مش حقيقي يعني، بس عاده والصحاب هنصدق عشان ناكل عيش. المهم ان نوح بيكون قاعد يعمل سيرش عن كل الابطال اللي هو واصحابه معاهم مفاتيح القوه بتاعتهم، وفجاه عم كحكح بيدخل عليه وبيقول له كنت عاوزك في موضوع قلق، فبيقول له بعدين النبي عم كحكح هبقى اجي لك انا ما تقلقش. بيسيبه وبيروح على الكافيه وبيلاقي جيك عامل فيها مش دي الصباره راقصه برضه تصدقوا شبهها. المهم ان نوح بيوريهم الحاجات اللي جمعها عن حراس الطاقه، وفجاه بيفتكروا ان تروي مختفي من فتره لانه بيدور على روبونايت، وبيكون تروي لسه عند المكان اللي روبو اختفى فيه. يا رب وعدني بصاحب زي تروي ومش هبقى عايز حاجه تانية من الدنيا غير بس ابقى غني وعندي عربيه لامبورجيني او بورش، انا راضي باي حاجه حتى لو بي ام موديل السنه. المهم ان تروي بيلاقي وحوش في المكان ده وبيكونوا جايين يعملوا قلبان، بيكونوا مجهزين قاعده الصواريخ دي وشكلهم ناويين يخربوها يا زميل، وبيجهزوا الصواريخ انها تنطلق بعد ساعتين، ودي بقى هتنطلق في جميع انحاء العالم. تروي بينصدم وفي الوقت ده اصحابه بيكلموه، واول ما الوحوش بيسمعوا صوت جهاز الارسال بدون مقدمات بيهاجموه، بيدخلوا عليه كلهم دفعه واحده، ولكن تدخلوا على مين ده ما بيتفهمش، داخل بطوله واللي بيقابله بيرفعوا برجله على اجدعها ونش. اهو ده بقى لا محتاج عصايه ولا فرمانش. نار ازرق ده انا شكلي نقيت عليه. لا اجمد اسمك ايه؟ بيكلم جوسي وبيقول له ابعت لي الحراس بسرعه. جوسي بيكلم الحراس وبيعرفهم مكان تروي، وعلى طول الحراس بيبداوا يتحركوا، انما تروي يا عيني على تروي رغم انه بطوله ولكن بيثبت
يثبت مفعوله. من ناحيه تانية الحراس بيوصلوا وبدون مقدمات كده العيال بيدخلوا الخناقه لانهم مش جايين يهزروا، داخلين فيهم تخبيط بكل غباء، واللي مش عاجبهم ما بيجوش سكه وياه. اتخن واحد فيهم بيعملوها معاه، واخينا ده بيكون على اخره من الوحوش اللي شايفها قدامه، بيبعت عليهم وحوش اكتر غلبانه مسكر. الحراس بتتحول وتعالى لا ده انت هتتهكر، بيلعبوهم على الشناكل، واللي بيفكر يكتر معاهم بيتاكل. العدد بيكون عمال يزيد، وللاسف هجمات الحراس مش بتفيد، بس لو الاصول ما نفعتش فاحنا ايدينا ما اتقطعتش. بيكون فاضل 10 دقايق والجهاز ينفجر، والحراس بيكون لسه مكملين تخبيط في الوحوش ولا مركزين في اي حاجه. واللي هيشلني ان كل ده ال10 دقايق ما عدوش يا ساده، دي حكمه المخرج ومضطرين نستحملها كالعاده. المهم انهم بيفرتكوا الفراتيك وبيمسكوا 5 6 بيعملوا منهم حمام بالفري. جوسي بيكلمهم وبيقول لهم بعت لكم مفاتيح جديده جربوها، بيغيروا المفاتيح وبينسوا شغل الهزار وبيبداوا شغل التجريح، هي واحده في الثانيه بيركبوهم المراجيح، ولسه ال10 دقايق ما خلصوش، وانا كمحمد خلاص فاضل لي سنه وهطرقع من كدب الوحوش. المهم ان بيحضر الوحش المطروش وبيدخل عليهم دخله ولا دخله نور الشريف في جري الوحوش. انا ما اعرفش كان بيعمل كده في الفيلم ولا لا، بس انا قلت يعني اكمل الافيه. المهم خلينا مركزين مع تروي البي، داخل بيكذب بمزاجه ومحدش سادد مع جنابه، الواد سنين نيابه وهي طلقه منه بيفجر الصواريخ. يا عمنا يا تعمل حاجه منطقيه يا تكذب كذب نضيف. المهم انهم بيدخلوا على زعبله الظريف، بس الواد بيكون حريف بيخبط فيهم حبه، وشكل كده الحوار ما هواش خالص بالمحبه، بس الحراس انت عارفهم يا زميل من الكلام ده ما بياكلوش، هي خبطه في الثانيه والعيال يا اسطى ما بيحلوش. السلامه يا عفركوش. الوحوش بيكبروه، فالحراس بيستدوا القليين عشان يدخلوا يسنطروه. تعالى يا قلب اخوك. الواد بيكون ماسك الصاروخ ده في ايده، ولكن الحراس بياخدوا الصاروخ وبيبعتوه على كل المركبات الفضائيه اللي تبع الوحوش. جوسي بيبعت للحراس مفاتيح اكتر، وساعتها الحراس بتعمل زرد مسكر، بيخرجوا البي امايه، والعيال بيعملوا شويه اكشن حكايه، ليفل الاكشن بيرتفع. انا قاعد مرارتي هتتفقع كتير كده يا جدعان. المهم انهم بينزلوا في تخبيط وترزيع، تحسهم كده في مهرجان، ما تقعد تشرب حاجه مستعجل ليه يا رمضان. الواد بيفرق الحياه، والحراس بتدخل على باقي الوحوش، وللامانه اتخانهم بيعملوها معاه، تقولش ولاد رزق وهم بيتخانقوا بيخلصوا الحوار وبياخدوا السفينه وبيمشوا بيها فوق عالم البحار. جيا بتروح لتروي وبتقول له انت لسه بتفكر في روبو؟ بيقول لها انا قلبت عليه الدنيا لكن مش لاقيه، بس انا واثق اني هلاقيه يا جيا. وبعدها بيروحوا على افتتاح الكافيه، والكل بيكون مبسوط يا زميل، وكالعاده يعني بتنتهي نهايه سعيده. وتاني يوم الوحوش بيجيبوا شخص جديد عشان يحارب الحراس، والواد بيدخل بواحده استعراض كده عشان يثبت نفسه. انما ايما فبتروح لنوح وبتقول له ما تيجي تصور الازهار معايا، فبيقول لها وربنا ما فاضي، شوفي حد غيري. بتسيبه وبتمشي، ولكنها بتصعب عليه فبيروح معاها. اصيل ابو رحاب. المهم انهم بيكون ماشيين يهزروا، ومره واحده بيوصل الوحش ده وبيبدا يقسم في المباني، وبكده هو اللي على موته جاني. الحراس بتحضر وعلى طول بيبداوا يتحولوا، بيدخلوا على الوحوش، والعيال يا زميلي ما بيحلوش، بيكونوا مسنطرينهم، وللامانه العيال مش شايفينهم، بياخدوهم خبطه يمين في خبطه شمال، والبقاء اقوى خال. العيال بيعملوا زلزال، واللي بيقابل التاني بيلبسوا الشال. اما نوح فبيكون داخل على واحد مطلع عين اللي جابوه، الواد بيريحوا على الارض، ولكن صحابه بيحضروا وبيلحقوه. الوحش بيقول لهم انا مش فايق لكم دلوقتي، هبقى اجي لكم بعدين، وما تستعجلوش على مواجهتي، كده كده هتواجهوني. بيسيبهم وبيمشي، ونوح بيكون متعصب لانه بيتدرب على تعزيز قوته، ولكن ما قدرش يقف قصاد الوحش ده. انما الزعيم فبيقول للواد ده ايه اللي خلاك تمشي؟ انا عاوزك ترجع وتخلص على الحراس. فبيقول له ما تقلقش هعمل كده. انما نوح فاصحابه بيدوروا عليه بس مش بيلاقوه. اما بتقول لجيك الواد ده بيتدرب عشان يبقى اقوى، واكيد زعل بسبب اللي حصل النهارده. في الوقت ده عم كحكح بينادي لجيك، فايما بتقول له خلاص روح انت كلمه وانا هشوف نوح، وبالفعل بتروح تدور عليه، وبيكون نوح واقف في نص الغابه وبيتدرب تدريب من نار. لا بامانه الواد جبار، وفجاه بيلمحها فبيخاف عليها من الفخاخ اللي نصيبها، وبسبب خوفه ده مش بيركز وبيكون هيتعور. اما بتقول له انت كويس؟ فبيقول لها انا تمام، بس عايز اعزز قوتي عشان اتغلب على الوحش ده. بتقول له يا ابني كلنا هنتغلب عليه سوا. بيقول لها مش لازم اعتمد عليكم في كل حاجه، احنا فريق، بس لازم برضك ابقى معزز قوتي وجاهز اواجه الوحوش لوحدي في اي ظرف، يعني مش قصدي ان انا استقل بيكم ولا حاجه. فبتروح تقعد وبتسيبه يتدرب براحته. الواد بيفضل يتدرب لحد بالليل، وبيتخيل الوحش هو اللي قدامه وبيوجه له الضربات، وساعتها الواد بيسخن يا حضرات. وتاني يوم ايما بتصحى وبتلاقي نفسها نايمه في الغابه ونوح مغطيها، وبعد شويه نوح بيجي لها، وبمجرد النظر في عينه بتفهم انه عملها امبارح، اقصد يعني وصل للمستوى اللي هو عاوزه، محدش يفهم غلط يا جدعان. المهم انه بيروح على الوحش وبيقول له وحياه امي لا ندمك على اللحظه اللي قررت فيها انك تواجهنا، تعالى يا حبيبنا. بيدخل عليه بكل اطاحه، وايما بتكون مراقباهم من بعيد، مش عاوزه تتدخل عشان تسيب نوح يعمل اللي هو عاوزه. اما نوح يا عيني على نوح بيكون مسيطر، ولكن الوحش بيغدر وبيخلي اعوانه يمسكوه. وساعتها ايما بتتعصب وبتقول له انت غشاش يالا. بيقول لها مش مهم، المهم اني كسبته. بتقول له كده بقى انت جبته لنفسك. بتروح عليه، ولكن بتلاقي قصادها تتار بيكتفوها، بس بيحضر الفريق الجبار، بيدخلوا داخله كلها نار. ونصيحه مني يا زميلي قوم هات لك طبق فشار. العركه بتبدا من تاني يا عمار، والعيال بتعمل منهم كافيار، بيكونوا داخلين فيهم بكل غشامه، ويلا حبيبي بالسلامه. بيغيروا التحويله
وبيعرفوهم يعني ايه يلعبوا مع الفرقه التقيله. بيخلصوا عليهم، ومن ناحيه تانيه بيكون حامل الصح والغلط مع الواد ده. الواد بيرجع تاني يغدر بيه وبيهاجموا من الجهتين. صحابه بيقولوا له خد السيوف دي يا رجوله، نفوخ يا ناس، هتشل من ام كدب الحراس. طب مسك السيوف دي كلها ازاي؟ المهم انه بيقدر يتعامل مع كل الضربات، ومع الاسف الشديد مضطرين نصدق حضرات. خد دي واركن يا الوحوش بيكبروه. الغلابه ما يعرفوش ان الحراس هيسنطروه. بيحضروا بسفينه زاك ستارم وبيعملوا منها الزار. وبالمناسبه بس لاني ممكن الاقي واحد طالع كاتب كومنت يفقع مرارتي، الا وهو اللي يقول لي دي مش سفينه زاك ستارم، وربنا عارف ان مش هي بس بهزر. المهم ان الدخله من اولها بتكون دمار، وشكل كده ما هواش خالص الحوار. ولكن الحراس بيغيروا التشكيله وبيدخلوا دخله فتاكه ابو الصحاب. بينزلوا الوحش اسفل سافلين، ولكن بيلاقوا الواد ده كمان ظهر لهم. طب تعالى يا عمهم، بيريح في ثواني، اما التاني فبيركن جنب الاولاني. بالسلامه يا هاني. وعلى اخر اليوم الحراس بيتمشوا سوا وبيكونوا مبسوطين جدا باللي نوح عمله. وكالعاده ابو الصحاب النهايات بتكون سعيده بعد حلقه كلها خراب. وتاني يوم وبدون مقدمات كده الحراس بتكون داخله عركه وعامله ازعرينا. ده كده الاكشن بدا بدري يا اخينا. بيكونوا داخلين بكل حماس، واللي بيجروا مع السكه بيشدوا عليه الترباس. بيقوموا معاهم بالواجب مادام الحب مش عاجب. بيخلصوا عليهم وبيرجعوا الجوسي اللي بيكون فخور بيهم. الحراس بيقولوا له خف بقى الهري اللي انت بتقوله ده، لحد امتى هنفضل نحارب الوحوش؟ يا عم احنا عاوزين نخلص من امهم. الوضع كده بقى بايخ قوي. بيقول لهم مدينه وراهم ومش سايبينهم، بس دلوقتي بقى انا هبعتكم على جزيره عشان هيكون لكم صديق جديد. فبيقولوا له هو ده الكلام يا عم سعيد؟ مين بقى الصديق ده يا زميل؟ زورد اسد ولكن مخربش حبتين. المهم انهم بيكونوا في طريقهم للجزيره اللي عليها الزورد، وجيك بيفضل باصص لجاية. فبتقول له هتبص لي كتير ياض ولا ايه؟ مش وقت رومانسيه يا حبيبي. بيسيبها وبيبص الناحيه التانيه وهي بتضحك لانها مبسوطه. يا لهوي على البنات ابو الصحاب، عليهم شويه حركات. المهم ان بعد فتره طويله بيلاحظوا انهم بيلفوا في نفس المكان، وساعتها بيتعصب الولد الفنان وهوب لقوا الجزيره قدامهم. يا ريتك كنت اتعصبت من بدري يا ابن الراجل الفهمان. ولكن في الوقت ده الوحوش بيكونوا شموا خبر عن الموضوع، وطبعا بيقرروا يروحوا على الحراس. بدون مقدمات كده بيهجموا عليهم، والحراس بيتفاجئوا من الهجوم اللي اشتغل بدون سابق انذار. بينزلوا على الجزيره، واللي داخل معاهم في عركه يعتبرها عركته الاخيره. بيدخلوا عليهم بكل نشاط، لا بيعتمدوا هبل ولا استعباط. ريح ياض، هي 5 جد، واللي بيجي له مع السكه بيتهاد. خد ياض وما تقولش لحد. بيخلصوا عليهم وبيبداوا ينتشروا في الجزيره عشان يدوروا على الزار. بيقلبوا الدنيا عليه، وفجاه بيلاقوا نفسهم واقفين في الفخ بتاع الوحوش. الوحوش بتهجم عليهم، وساعتها العيال بتكلم صحابها. عبال ما اصحابها يجوا بيبداوا هم يتعاملوا مع الوحوش، والعيال يا زميلي ما بيحلوش. لا بس اكتر حاجه عجباني هي حته مفاتيح الطاقه اللي بتغير اشكالهم للحراس القدام. المهم ان الوحوش بتحضر لما بتسمع هذا الكلام، وساعتها الحراس بتمشي بمبدأ لا للسلام. بيحطوا عليهم جمله وقطاعي، واي حد داخل العركه يعتبر نفسه في جحر الافاعي. اما تروي فبيكون عامل شغل فخامه، اديله كمان زعامه. وفجاه الوحش بيدخل عليهم وهو اللي بيديهم، بيوقعهم على الارض. وبكده هو اللي طلب يغيروا نمط العرض. بيدخلوا عليه بالتشكيله الجديده واللي بتكون حرفيا طرش. اركن ياض ما تكترش. وفجاه بيسمعوا صوت الاسد اللي بيهزهم كلهم. ايوه هو يا عمهم. الوحش بتدخل عليه ولكن بيشوط منهم اول 20. تعالوا ده انتوا ايامكم الجايه طين. بيوجب معاهم يا اسماعيل، وبيشوطوا الحراس من كتر ما هو غشيم. الوحوش بينصدموا من اللي حصل، وبيكونوا عاوزين يستحوذوا على الزور، ولكن الحراس بتلبسهم الكيبورد. بيعملوا فيهم عمايل تعدل الحال المايل. كده الاكشن زاد عن حد يا مخرج، وانا كمحمد لو عليا فما بقتش لاقي افيهات تانية احطها في الملخص. كده الملخص بيروح منا يا جدعان. بس ما علينا، خلينا مع فريق الحيتان. بيدخلوا عليهم دخله جمدان، لا بيفرق معاهم حمدي ولا حمدان. بيغيروا المفاتيح، وتعالى حبيبي نفسحك في المراجيح. العيال ضربها بيكون صريح وكله ضرب وتجريح. كل واحد فيهم مستلم خصم وعامل معاه الصح والغلط وزياده. بيدخلوا على الوحش وهي ضربه بتريحها يا ساده. التانية دي بقى عشان العركه تبقى اتقفلت بالقفله المعتاده، ولكن الوحش بتكبر اللي ماتوا. وساعتها الحراس بيتشعبطوا في السفينه وبيدخلوا يخربوها يا اخينا. لا بيخربوها بجد ابو الصحاب. العركه بتقلب خراب، واي حد خايف يركن جنب ام رباب. الزرد الجديد بيحضر واللي عامل راجل يحذر. الواد بيدخل عليهم مشحون شحنه غبيه، تقريبا كده البطاريه وصلت ال100. تعالى حبيبي دوق شغل المرازيه. بيدخلوا 3 بالمكان ولا بيهتوهم. بيعملوا شغل دكن وبيفرموا اللي جابوهم. بيخلصوا عليهم وبيكونوا في منتهى السعاده، وبعدها بيودعوا الزرد عشان هيسيبوه في مخبأه، وبيبداوا يرجعوا هم على مدينتهم تاني. وهي دي النهايات اللي تشرح القلب يا هاني. وتاني يوم الاتنين دول بيروحوا يشتروا حاجات من السوبر ماركت، ولما بيخرجوا بره بيشوفوا المكان ده بيفكرك بمين يا زميل؟ خمن معايا وقول هو مين. ايوه هو مدرب الساموراي. وانا عارف ان في ناس كتير منكم بتسال انا ليه ما عملتش ملخص الساموراي الجزء الثاني، بس هبقى اقول لكم في اخر الفيديو عشان ما افصلكمش عن الملخص ده. المهم جيك بيقول له لا المكنه حلوه، بيقول له انت احلى. لا بيسيبه وبيمشي، ونوح بيتعصب عليه وبيقول له انت عارف مين ده؟ اتفرج عليه وعلى العظمه بتاعته. في اي عركه بيدخلها اللي بيقرب منه يا هناها ساعده. فبيجري وراه وبيقول له استنى يا عم ساعده رايح
فين؟ اما الوحوش فبيوصل عندهم وحش عملاق وبيدخل سفينتهم، بيشوف كل اللي قدامه لحد ما بيشوف الزعيم بتاع السفينه، فبيقول له عم الكل ما كنتش اعرف انك هنا، ده على كده بقى انا لازم اهبق من على المرمى دي. فبيقول له لا استنى انا عاوزك، محتاجك في مهمه على كوكب الارض. بيقول له نحن ليها، سيبها عليا بس اجيها. ما بيعديش كام ثانيه وكلهم بيروحوا جماعه كده على كوكب الارض، الحراس بتحضر هم كمان، بيقول لهم عاملين دوشه ليها شويه خشوش. الواد ده بيقول لهم هم كلمتين، استسلموا استسلموا وكل واحد فيكم يرجع بيته سالم غانم. تروي بيقول له سالم غانم؟ احنا ما نعرفش حد بالاسم ده. بيبداوا يتحولوا وتعالى يابا عشان يقولوا لك هم يعرفوا مين. بيدخلوا داخله جحيم، لا بيفرق معاهم عصام ولا امين. بيتحولوا للقوه السوبر وبيهجموا هجمه شبه هجمه المصريين في 6 اكتوبر، بيقوموا معاهم بالواجب وزياده، وانا كمحمد من حلاوه الاكشن ما بقتش عارف اقول ايه يا ساده. بيخلصوا عليهم وبيقولوا لزعمائهم تعالوا بقى ورونا نفسكم. اخينا ده بيعرضها وبيدخل لهم، ولكن كل ده ولا بيهزهم. في الاول بيكونوا ماشيين تمام، ولكن الواد مش بيكون فارق معاه الكلام، بيحط عليهم جمله وقطاعه يا خال، وبامانه بيعمل زلزال. لا والمشكله ان اصحابه كمان بيدخلوا في الموضوع، وبكده العركه ما فيهاش رجوع، كل واحد فيهم بيكون داخل شادد حلو على اخوه، وبرغم كتره الحراس على الواد ده بس ولا بيهتوه. بيرجعوا له تاني وبيكونوا سايبين نوح على تهاني، بس البت بتشغل له اغاني، الاغاني ما بتعجبوش، تقريبا كانت لتامر عاشور يا زميلي. المهم انه بيرجع يسيطر وتروي بيجي يلحقه قبل ما الوحش يرجع له، اما عم ساعده فاللي بيجروا على السكه بيشوطوا بكعبه. زي ما الوحوش بيهرب من المكان هو بيكون مضطر انه يوقف الحرب لانه اتصاب، وبعدها الحراس بيروحوا الكافيه وبيكونوا واثقين ان الوحوش هترجع لهم تاني. جيك بيقول لهم طب واحنا هنتصرف معاهم ازاي؟ وفجاه في شخص بيقعد جنبه وبيقول له استخدم قوتك في انك تحس بخطوات اعدائك وساعتها هتقدر تهزمهم. والتاني مره تخيل معايا مين اللي قاعد جنبه يا زميل؟ ايوه هو نجم الجيل اللي كان مولعها في سلسله الساموراي يا زميل، جايدن المهين. انا حاسس ان كمان حلقتين وهلاقي نفسي طالع معاهم، اصلهم عمالين بيستضيفوا في كل الشخصيات المهمه يا زميل، ده الا الحلقه ال20 خربانه ابو الصحاب خربانه. المهم انه سمع عن اللي حصل معاهم فجي يسيب لهم اسطوانه القوه دي، وبيفتكر لما خدها من المعلم بتاعه، والمعلم قال له دي تخص ابوه. وطبعا الكلام ده كله حصل في الجزء الثاني من الساموراي اللي قلنا هنتكلم عليه في اخر الفيديو. المهم ان الحراس بتبص جنبها وبيلاقوا الواد اختفى، لا ساموراي ساموراي. في الوقت ده بيجي لهم انذار فبيتحركوا على طول، الوحوش بتكون وصلت وعامله ازعرينا، ولكن الحراس بتحضر اخينا، بيدخلوا فيهم بكل غباء، واللي بيجي على سكتهم بيعملوها معاه، كل واحد فيهم مبدع مع اللي ماسكه، واللي يفكر يعمل ذكر قصادهم يخاف على نفسه. بيتحولوا وبيدخلوا عليهم وبيعاملوهم معامله التعبانين، بيعملوا شغل مهين، والعيال في العركه ما عندهاش اختيارين، هو اختيار واحد عباره عن الاكشن وبس. احسن مجموعه منهم بتدخل على الوحش والتانيين بيدخلوا على اتباعه، بيلاقوا الوضع صعب فبيعززوا قوتهم بزياده. لا ده كده الاكشن راح في حته تانية يا ساده، العيال بيغيروا الخطه المعتاده، اما الوحوش فبيداسوا بزياده، ما حدش قال لهم يجوا على مجموعه بايعه عمرها، كل واحد فيهم بيغير التشكيله بتاعته وبيخش على اللي قدامه وبيبعته للي بعده. الوحش بيكون واقف مصدوم وفجاه بيحضر اسد عرينه وبيدخل عليه مشحون، العيال دي بتحاول تروي ونوح، ما يعرفوش ان الاكشن عندهم بيجي ويروح، اما الباقي فدول غنيين عن الكلام، بيعملوا شغل تمام، وبعدها بيتحولوا لشكل الساموراي وبيدخلوا على الوحش الغلبان. تروي بينزل عليه بواحده بسيفه وبيقسموا يا جدعان، وجيك بيستعمل اسطوانه القوه اللي خدها من جايدن وبيدخل يعمل قلبان، كلهم بيوحدوا قوتهم وهي واحده وريح فنان. فنان ايه بقى كتكنيله، الوحوش بتكبره ولكن الحراس بتدخل بالزردات وبتشلفط منظره، الواد بيخبط فيهم بالسكاكين، ما يعرفش انهم في الاكشن معلمين. الاتنين دول بيكونوا قاعدين يتفرجوا عليهم ولا كانهم قاعدين في سينما خاصه بالمكن، اما الحراس فبيعملوا شغل كله داكن، ولو مش مصدقني يا زميلي اسال الوحش اللي اتراكن، بيلفوا عليه لفه الاعصار وعينك ما تشوف غير الانفجار، ادي اخره الليل العب بالنار، رايح حال احنا مش جايين في هزار. بينتصروا في المعركه كالعاده، والاتنين دول بيكونوا فخورين بيهم يا ساده. الاتنين بيمشوا بالمكان والحراس بيبعتوا لهم السلام على الطاير بعد ما عملوا اكشنات احلى من القرص والفطاير. وهنا بتنتهي اول 5 حلقات من المسلسل يا زميل. انا حرفيا خلصت كل الافيهات بتاعتي في الملخص ده، لا والله ملخص ابن الذين فرهدني. المهم يا زميلي خلينا في موضوع الساموراي. اللي حصل ان انا خلصت الجزء الاول وكنت جاهز للشغل في الجزء الثاني، ده انا حتى والله كاتب سكريبت اول 5 حلقات من الجزء الثاني اللي المفروض ينزل، ولكن في الفتره دي قلنا ان كبرى افلام خلاص هتبقى انمي، وكينج الافلام كان مطلوب عليها كذا سلسله والمفروض ينزلوا قبل الساموراي، فانا قلت انزل الحاجات اللي مطلوبه الاول، لكن ممكن نخلص الجزء الثاني من ميجا فورس وننزل الساموراي مكانه. اما بقى مسلسل كامن رايدر فزي ما انتم عارفين انه اتطلب مني كتير، جربت الخص حلقتين من سلسله انتاج 2008 او 2009 تقريبا وما جابتش ب2 جنيه تفاعل، والفتره دي لقيتها بتطلب مني تاني، واكتشفت ان في جزء جديد بيتعرض على سبيستون في الايام دي، فقررت اجرب الخص منه الحلقتين اللي اتعرضوا، ولكن فشل زي اللي قبله يا زميلي. وانا عارف ان في ناس اتفرجت على الملخص وحابه التكمله، ولكن عاوزك تعرف يا زميلي ان اي حاجه بتفشل على القناه بتضرني جامد، فالحاجه اللي بتفشل ما بقدرش اكمل فيها. اتمنى تكونوا فهمتوني، وهرجع اعيد عليك نفس التحدي اللي انت فشلت فيه يا زميلي. بقى كده يا جدعان تكسفونا
في اول تحدي نعمله على القناه، الا وهو في الفيديو التاني من داينو فيوري. كنا متفقين ان لو الفيديو وصل 1000 لايك في خلال يومين هننزل الفيديو التاني على طول. والصراحه ما كنتش عارف ايه اللي صعب في التحدي، في قنوات حرفيا اقل تحدي عندها بيبقى بال 30000 لايك، بس الحمد لله على المستوى اللي احنا وصلنا له. المهم يعني ان حبيت اقول لك يا زميلي ان العرض ساري حتى نفاذ الكميه. يعني الفيديو اللي احنا فيه ده لو وصل 1000 لايك في خلال يومين هتلاقوا فيديو اجمد منه نازل في اسرع وقت. خلينا نشوف بقى هتبقى قد التحدي المره دي ولا لا يا زميلي. وبس كده، اتمنى بقى تكون استمتعت معايا، وتنزل في الكومنتات تقول لي تلخيصك حكايه، ولحد ما مشكله كبرى افلام تتحل. ده لو اتحلت اصلا خشوا على قناه افلام الكينج هتلاقوا عليها شويه افلام عباره عن كنافه بالمانجا. والى اللقاء مع كل جديد. سالم.